اش واقع في التعليم العمومي ديالنا. الاساتذه كل اسبوع تيطلعوا علينا ببيانات ديال اضرابات جديده وخطوات تصعيديه ضد الوزاره ديال التعليم والرياضه. وزاره التربيه الوطنيه بالدور ديالها تتخرج عبر الاعلام الوطني وتتقول ان الاتفاق ديال 26 دجنبير مع النقابات ما خلى حتى شي حجه للاساتذه باش يزيدوا يستمروا في الخطوات التصعيديه ديالهم، وان المكان الطبيعي ديالهم هو القسم والمكان الطبيعي ديال التلاميذ هو القسم، لان الاتفاق عطاهم واحد الامتيازات كبيره لا ماديه ولا معنويه. الاساتذه تيزيدوا تيصعدوا تيقولوا بان ذاك الاتفاق مع النقابات ما تيعنيهمش بانهم ما خداو حتى شي حاجه من ذاك الاتفاق، وان الميدان هو الحل، هو الفاصل ما بين وزاره التربيه الوطنيه وما بين الاساتذه. شفنا البارح خطوه تصعيديه كبيره من طرف وزاره التربيه الوطنيه اللي بدات تتوقف الاساتذه على العمل، وبالتالي الاقتطاع من الاجور ديالهم. ربما غادي نشهدوا في الايام القليله المقبله تصعيد ديال الاساتذه، وهذا الشيء اللي ما باغينوش، لان التلاميذ كاين هدر زمني وهدر مدرسي كبير، وحنا في الفتره البينيه وفي الفتره ديال الامتحانات الاشهاديه. اذا تابعوا معنا هذا الفيلم الهيتشكوكي اللي بدا من نهار 5 اكتوبر ومازال ما سالا حتى لدابا. وما تنساوش تدعمونا بزر اللايك والاشتراك في القناه باش نحاولوا ديما نوافيكم بالجديد. هذا الفيلم الهيتشكوكي اللي بدا نهار 5 اكتوبر مازال ما بغاش يسالي، وتنتمناو له نهايه سعيده لجميع الاطراف ويكون الاتفاق على جميع الاصعده وكلها ياخذ الحق ديالو. الجانب ديال الاساتذه مازال تيواصلوا الخطوات النضاليه ديالهم والخطوات التصعيديه ضد الوزاره ديال التربيه الوطنيه اللي بالدور ديالها تتعنت وتتقول الاتفاق مع النقابات هو اللي سائر، هو اللي قانوني، بالتالي ما يمكنلاش انها تحاور مع التنسيقيات، وتتقول ان المخرجات ديال الحوار اللي كان نهار 26 دجنبير عطى الامتيازات الماديه والمعنويه للاساتذه، وبالتالي ما عندهمش شي حجه باش يزيدوا يسيروا الاضرابات. حاليا دارت وزاره التربيه الوطنيه خطوه استباقيه هي الاقتطاع من الاجور كخطوه اولى، وحاليا تنشوفوا تصعيد اخر هو التوقيف على العمل. هذه الخطوه هذه راه من الممكن انها تزيد من التصعيد ديال الاساتذه ونشوفوا اضرابات متتاليه. واش هذه الخطوه التصعيديه اللي دارتها وزاره التربيه الوطنيه هي اللي غادي تحل المشكل ديال التعليم وهي اللي غادي تني الاساتذه ما يزيدوش في النضالات ديالهم ويزيدوا خطوات تصعيديه ضد القانون الاساسي؟ هذا المشكل راه كبير وعويص بزاف، وخصو ناس نبلاء اللي جلسوا على الطبله ويشوفوا شنو هي المخرجات ديال هذا الملف هذا، لانه ملف شائك وما تيقش غير الاساتذه بوحدهم، تيخص الاباء وتيخص التلاميذ وتيخص المنظومه التعليميه ككل في المغرب. وبالتالي خص الوزاره راه ما تعنتش في هذا الملف هذا، وخصها تجلس مع الناس ديال التعليم ويشوفوا شنو هي المشاكل وشنو المتطلبات ديالهم باش نحاولوا اننا نحلوا المشكل ديال التعليم وكلها يرجع للمكان الطبيعي ديالهم. الا تعنتات الوزاره ما غنوصلوا حتى شي حل، ولا تعنتوا الاساتذه ما غادي نوصلوا حتى شي حل. راه احسن حل مناسب لجميع الاطراف والمدرسه العموميه هي تجلس الحكومه مع التنسيقيات. هنا عندنا اشكاليه ديال التنسيقيات، ما تيثقوش في النقابات. الحكومه تتقول لك بان المفوض القانوني واللي كفلها له الدستور هي النقابات، وبالتالي ما يمكنلاش انها تجلس مع التنسيقيات. هذا راه مشكل في حد ذاته. علاش الحكومه ما تجلسش مع التنسيقيات ونشوفوا المخرجات ديال الملف ديال التعليم؟ الاساتذه مهما خارجين هذه المده الطويله اللي تقريبا 3 شهور هما كاين هدر مدرسي وهدر زمني، الا وعندهم حقوق وعندهم مطالب ومن حقهم انهم يطالبوا بها، ومن حق ان الوزاره على قد المستطاع وعلى حساب الامكانيات ديال الدوله انها تحقق لهم المبتغى ديالهم والاهداف ديالهم. لان شكون اللي ضايع من هذه المنظومه كامله؟ ضايع هو التلميذ والمدرسه العموميه. باش نشوفوا البلاد ديالنا في احسن مستوى خصنا نرقيو التعليم وخصنا نعطيو امتيازات كبيره للمعلم والاستاذ، لانه هو اللبنه الاساسيه ديال النهضه ديال الامم. هادشي راه تعرفوا الوزاره ديال التربيه الوطنيه وتتعرفوا حتى الحكومه، وهاد الناس هادو ما تيهضروا بهذا المستوى الكبير فين قراو؟ هذا هو السؤال. راه هاد الوزراء كاملين قراو في المدرسه العموميه في الفتره ديال الستينات وديال السبعينات وديال الثمانينات، لان السي شكيب بن موسى راه العمر ديالو تقريبا 61 ولا 62 سنه، وبالتالي راه داز في المدرسه العموميه وهي اللي عطاته هذه المكانه الثقافيه باش انه يمكن له يتفاوض على ملف اللي هو شائك ويوصل لهذا المستوى فين هو. اذا راه خصنا المدرسه العموميه خصنا نهتموا بها، وخصنا نهتموا بالطفل المغربي ونهتموا بالاستاذ، لان هي اللبنه الاولى ديال النهضه ديال المجتمعات. وما كاينش شي مجتمع اللي نهض من دون تعليم، وخير مثال سنغال
غفوره اللي كانت تعيش البؤس وكانت تعيش الفقر واهتمت بالتعليم وعطات امتيازات كثيره للاستاذ، وبالتالي شوف سنغافوره كي ولات نهضه اقتصاديه، نهضه سياسيه، نهضه اجتماعيه، والباسبور ديالهم تيحتل الرتبه الاولى عالميا. هكا بغينا البلاد ديالنا، وخصنا الوزاره ما تعنتش، وخصنا الاساتذه هما يهبطوا مع الوزاره للطبله وتكون حوار اللي هو مسؤول لما هو فيه صالح للتلميذ المغربي والمدرسه العموميه. كاين شي حوايج في مخرجات وزاره التربيه الوطنيه ما مفهومينش، وحتى الاباء والاولياء تيحاولوا يستوعبوا بديك الدقه ساعه ما استوعبوا والو. كيفاش انها خرجت بقرارات وتتقول بان الهدر الزمني والهدر المدرسي اللي المده ديالو 3 شهور غادي يتعوض في اسبوع واحد؟ كيفاش غادي دير لها؟ الغريب في الامر ان الاساتذه مازالين مضربين وما كاين حتى شي قرار بالرجوع ديالهم للحجورات الدراسيه. اذا هذا القرار هذا شكون اللي غادي يسهر على التطبيق ديالو؟ والغريب في الامر كذلك ان الاعلام الوطني كله تيخرج بمخرجات وتيطبل هذا القرار ديال وزاره التربيه الوطنيه، وحتى شي واحد ما تيخرج يبين لعموم المواطنين بان الاساتذه راه مازالين في حاله اضراب، وكيفاش غادي يطبق هذا القرار ديال الهدر المدرسي وغادي نجمعوه في ظرف اسبوع واحد. واش غادي يجيبوا متمدرسين وغادي يلتحقوا بالحجورات الدراسيه وبالتالي هما اللي غادي يسهروا على هذه العمليه او على هذا القرار اللي دارته وزاره التربيه الوطنيه؟ حتى شي حاجه ما مفهومه. الاعلام تيطبل القرارات ديال الوزاره، الاساتذه مازالين في الشارع مضربين ومازالين في خطوات تصعيديه كبيره ضد وزاره التربيه الوطنيه. ما فهمنا حتى شي حاجه. راه المشكل الكبير هو اننا بغينا نفهموا وبغينا نستوعبوا، لان النقابات هي ما تتامنش بها التنسيقيات تتقول لك خص يكون حوار مباشر مع الوزاره ديال التربيه الوطنيه، وهنا بقى الملف ضائع. وشكون اللي ضايع؟ هما التلاميذ. بالدور ديالنا تنتمنوا هذا الملف يتحل والتلاميذ يرجعوا للمكان الطبيعي ديالهم. الوزاره هي تحاول تنازل من التعنت ديالها لما فيه صالح للتلاميذ وما فيه صالح للمدرسه العموميه وما فيه صالح حتى للبلاد ديالنا، لان نهضه الامم هي بالتعليم. في النهايه ديال هذا الفيديو تنتمنى من وزاره التربيه الوطنيه تخرج عبر القنوات الوطنيه وتوضح لعموم المواطنين الاسباب الحقيقيه ديال مشكلات التعليم او المدرسه العموميه، وعلاش الاساتذه ما بغاوش يرجعوا هذه المده ديال 3 شهور. واش المشكل في وزاره التربيه الوطنيه وفي القرارات ديالها؟ واش المشكل في الاساتذه؟ واش كاين شي حوايج اللي ما بيناش؟ اذا خص التوضيح ديال وزاره التربيه الوطنيه واللي تينقصها التواصل مع المواطنين ومع الاباء ومع الاولياء ديال الامور، لان راه المستقبل ديال البلاد ومستقبل ديال التعليم والمستقبل الاقتصادي ديال التعليم، لان اللبنه الاولى ديال اي نهضه هي التعليم.